نفسي معاك الدنيا تلف بأي واحدة هنتعرف صاحبك عني وأنا واحدة في بداية الطريق شلته يلا غصب عني كنت هي أكبر صديق سابني كنت في عز جرح ينام بينزل دلوقتي عينه بص ما كانش بس كان عادي. وازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. في الفيديو ده هنشرح بقى حاجة جديدة خالص، طريقة فيديو النهاردة ازاي تعمل اي ترند ينزلك على طول من غير ما تدور على فيديوهات. اصلا انا بص هعمل لك الفيديو ده مش هتيجي تتفرج عليه تاني، بس عادي طبعا. اهم حاجة ان انزل لكم اللي انتوا عايزينه اول باول وكل الشروحات اللي انتوا عايزينها طبعا، وما اقدرش ان انا اتاخر عليكم في اي حاجة خالص. ففي الفيديو ده هنشرح ازاي نعمل الترندات دي كلها بطريقة سهلة وبسيطة. تابع معايا الفيديو للاخر. بس قبل ما نبدأ اي حاجة طبعا انزل تحت في الكومنتات صلي على النبي واعمل لايك للفيديو واشترك في القناة طبعا، اهم حاجة طبعا، وافعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الشروحات الجديدة اول باول. ويلا بينا من غير كلام كتير نخش في الشرح على طول. اول حاجة ندخل على الانستجرام مثلا عشان هنكتب عليه. ممكن انت تستخدم اي برنامج تاني، انا هستخدم الانستجرام ده عشان اكتب على الصور بتاعتي. فيلا بينا نخش في الشرح على طول. طبعا يا شباب اي ابلكيشن انت هتخش عليه تكتب عليه على صورك بتاعتك، انت هتدوس على حرف الايه مثلا وتكتب الصورة اللي انت عايزها. تمام، انا عملت سيف لاول صورة عشان الاغنية اللي احنا هنشرح عليها النهاردة. تمام، انا مثلا ايه اخترت الصورة دي هكتب عليها زي كده. بعد ما كتبت زي كده ومظبط المكان اللي انا عايزه واعمل حفظ اي ابلكيشن تفتحه، اهم حاجة ان انت تعمل حفظ لاي صورة هتكتب عليها. تمام، اهم حاجة الخطوات واحدة واحدة. وهتكتب باقي كلمات الاغنية بقى، مثلا الاغنية طالبة منك واحد اتنين تلاتة، هتكتب واحد اتنين تلاتة وتعمل سيف بقى في واحد واتنين وتلاتة وهكذا. تمام، هنكتب مع بعض. تابع معايا بقى الشرح، هخلص كتابة الاغاني دي وارجع لكم تاني على طول. وبس كده يا شباب، انا خلصت كتابة على كل الصور اللي انا عايز اكتب عليها. فتمام، احنا هنفتح برنامج كوكت اللي هو برنامج المونتاج اللي هنبدأ ان احنا نظبط الانتقالات بتاعة الصور زي ما انت شفت في الفيديو بتاع اول الشرح. تمام، هنفتح برنامج كاب كات زي كده. اول ما نفتح البرنامج زي كده يبقى ظاهر معانا بالواجهة دي. طبعا هندوس على نيو بروجكت اللي هي الكلمة اللي بالازرق دي. اول ما هنخش عليه زي كده طبعا هنخش على الفوتو طبعا، وهنبدأ ان احنا نضيف الصور بتاعتنا واحدة واحدة بالترتيب. اهم حاجة الترتيب، اللي انتوا مثلا كتبتوا اغنية كذا فاهم حاجة ترتيب الاغنية اللي انتوا كتبتوا عليها. فزي ما انتوا شايفين كده انا بضيف الصور بتاعتي بالترتيب واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين. وبعد ما اخلص هندوس على كلمة اد اللي هي اللي تحت على اليمين دي، هندوس عليها زي كده. وبعد ما ضفنا الصوت زي كده يا ابطال، هنبدأ ان احنا بقى ايه نروح في اخر الفيديو بتاعنا مثلا زي اخر الصور بتاعتنا زي كده نلاقي اللوجو بتاع كاب كات ده، نعمله ديليت على طول عشان ما يبوظلناش اي حاجة في الفيديو. بعد كده ندوس على كلمة اد اوديو اللي هي تحت الصور دي،
وبعد كده ندوس على الفولدر ده، هنختار الصوت اللي هتلاقوه في جروب التليجرام على حسب الساوند اللي انتوا بتستخدموه، مثلا الترند اللي انتوا عايزينه، وتضيف الصوت زي كده. بيظهر بقى معاك الدنيا بالواجهة دي زي كده. تبدأ طبعا ان انت تسمع حتة حتة وتظبط بقى ايه، تقصقص بقى في الصورة. فانت هتبدأ ان انت تسمع وتشوف مثلا الترند بتاعك، الاغنية بتاعته بتقوليه، فهتبدأ ان انت تسمع حتة مثلا وتقص زي كده. هتبدأ ان انت تسمع حتة وتقص، تسمع مثلا الكلام اللي انت كاتبه مع الكلام بتاع الاغنية، وتبدأ ان انت ايه، تقص الدنيا بتاعتك وتظبط كل الترند اللي انت بتعمله. فاحنا هنقص الصور مع بعض عشان نوريكم النتيجة في الاخر. بس كده يا ابطال، اول ما بتوصل لاخر الصوت بتاعك او اخر الصور بتاعتك، بتقوم شايل الصوت الزيادة لغاية اخر الصورة بتاعتك. تمام، كل حاجة واضحة قدامكم. لو في اي مشكلة اكتبولي تحت في الكومنتات. وبعد كده هنشوف بقى الدنيا كده، هندوس على الفاصل اللي بين كل صورة وصورة اللي هو النقطة البيضة دي. تمام، هيفتح معانا بقى ايه، الصفحة دي او القايمة دي. هنختار بلاك فيد اللي هي الكلمة دي، ونحدد الصور بتاعتنا كلها وندوس على علامة الصح كده. تمام، كل حاجة واضحة قدامكم بكل سهولة. وبعد كده هندوس على كلمة اسمها افكت، وبعد كده فيديو افكت. تمام، ونختار كلمة اسمها بارتي من فوق كده، اللي هو الشريط ده. افتح معانا بارتي زي كده، نختار بلاك فلاش اول واحدة في الصف التاني على الشمال. تمام، ونختارها زي كده ونقوم محددينها في اول صورة بس، على حسب برضو انت عايز تعددها في اول صورة، في اخر صورة، عايز تعددها في الفيديو كله، على حسب الترند اللي انت بتعمله يعني. تمام، كل حاجة واضحة زي كده. هنبدأ ان احنا ندوس على اول صورة، بعدين ندوس على انيميشن، بعدين كومبو. كل دي بقى افكتات وفلاتر تقدر انت تستخدمها، اللي هي انتقالات بين الصور، فاهم اللي هو ايه، تحرك الصور زي كده. كل ده مناسب، يعني انت تشوف المناسب معاك في صورك انت او الترند اللي انت بتستخدمه وتظبطه. انا هظبط الترند بتاعي على حسب الصور دي، فاحنا نشوف مع بعض ونظبط الدنيا مع بعض. وبعد ما بنوصل لاخر صورة زي كده يا ابطال، هنبدأ ان احنا بقى نشوف الفيديو بتاعنا. طبعا انا مش هعمل اي حاجة تاني، انت لو عايز تضيف اي حاجة تدوس على افكت ده واختار اللي انت عايزه في الفيديو بتاعك. هنشوف الفيديو مع بعض، في اي حاجة عايزة تتعدل بنعدلها، مفيش اي حاجة هنسيب الفيديو على طول. فبس كده يا ابطال، الفيديو بتاعنا مفيهوش اي حاجة عايزة تتعدل خالص، فاحنا هنسيب الفيديو من العلامة اللي فوق على اليمين. وكده الفيديو هيبدأ ان هو يحمل معاك، وهتلاقيه نزل على طول معاك في المعرض. فبس كده، لو وصلت لحد هنا فتبقى انت صديقي الصدوق. ما تنساش تنزل تحت تعمل لايك للفيديو او كومنت يشجعني ان انا اكمل في الفيديوهات دي تاني، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس اهم حاجة طبعا عشان يوصلك كل الشروحات الجديدة اللي انزلها اول باول. ولو عايز شرح اي ترند اكتب لي تحت في الكومنتات، هنزله لك طبعا في الفيديوهات اللي جاية. وبس كده، ولما تيجي تعمل فيديو من الفيديوهات بتاعتي دي زي كده، اعمل لي منشن على الانستجرام، هنزله عندي في الستوري. وبس كده، دي هتكون نتيجة شرح فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.